بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد الليثي ولد سنة 1949، حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، وأتم علم القراءات وهو عنده 13 سنة. يقال عن الشيخ محمد الليثي عنده الأحبال الصوتية مكونة من 7 مراحل، في حين الشخص العادي عنده أحبال صوتية منها 3 مراحل، والله أعلم. وعنده ملكات إبداع، ولقب بالليثي عندما أخذه جده وأبوه في زيارة لأولياء الله الصالحين وآل البيت في القاهرة، إلى أن وصلوا لمقام الإمام الليث بن سعد أحد كبار علماء الإسلام. لاحظوا الشيخ محمد الليثي تعلق تعلقا شديدا بمقام الليث بن سعد، وتعلق بالمسجد في منطقة البساتين في القاهرة، وهكذا أطلقوا عليه محمد الليثي. سافر إلى الهند وإيران وباكستان وجنوب إفريقيا وألمانيا وأمريكا. زيارته الأخيرة إلى إيران شعر بالتعب، فبادر إلى أداء العمرة. استدعته لبنان لمدة 10 أيام، فقطع زيارته للبنان عائدا إلى مصر. توفي رحمه الله سنة 2006.